إحنا كأهالي بنحب نشوف أولادنا كاملين، أو بمعنى أصح بنحب نشوف نفسنا إحنا كأهالي مثاليين وما بنغلطش. بس السعي ورا المثالية دي ساعات بيعمينا عن الحقيقة، وبيخلينا نخلق حقيقة تانية تريحنا إحنا وبس. لما بتلاقوا نفسكم مش قادرين تحتووا أولادكم أو مقصرين في الحنان والاهتمام، العقل بيبدأ يلعب لعبة ذكية وخبيثة جدا، لعبة الهروب من ذنب التقصير. بلا وعي منكم بتبدأوا تنسبوا لأولادكم صفات مش فيهم. الواد ده عنيد، البنت دي باردة ومش بتحس، دول جحدين وما بيتمرش فيهم. بتخلقوا ليهم شخصية مش بتاعتهم. عارفين عقلكم بيعمل كده ليه؟ عشان يريح ضميركم، عشان لما تقسوا عليهم في المعاملة أو تمدوا إيديكم عليهم أو تحرموهم من كلمة حلوة تقولوا لنفسكم ما هم اللي يستاهلوا، ما هم اللي شخصيتهم صعبة وما بتجيش غير بكده. بتشوهوا صورتهم في عيونكم عشان تبرروا قسوتكم. اللعنة دي بتعيش معاهم العمر كله. الكلمة اللي بتقولوها عشان تريحوا بيها ضميركم بتبني حيطة سد في طريقهم. بتطلعوهم للدنيا مهزوزين، خايفين من ضلهم ومصدقين إنهم وحشين فعلا. انتوا بتضيقوا عليهم الدنيا وهي واسعة. ممكن نلتمس ليكم العذر ونقول إن ده بيحصل بلا وعي منكم، وإن ضغوط الحياة صعبة، بس الوعي اللي غايب عنكم دلوقتي مش هيعفيكم من الذنب بكرة، مش هيعفيكم من ذنب تدمير شخصية أولادكم. أولادكم مش شماعة لتقصيركم. واجهوا عيوبكم وأخطائكم بشجاعة وما تدفعوهمش هم التمن. لسه في وقت، صلحوا المراية قبل ما تكسروا أولادكم.